شوف اخوتي جيت للمغرب هاني في وجده. انت الزيت هنا كتزيد داير الطابور، زيد باريطاج برومي دوزيام تروازيام كاتريام داير الطابور، زيد داير الطابور، ماشي بنادم اللي داير الطابور، الزيت هي اللي داير الطابور على بنادم. الناس كاينه خير داكشي كله تمام، كاين اللي فيهم الربح عاد. شوف خويا عزيز ما نكذب عليك، انت يوترو جوج يوترو خمسة يوترو، هادي فيها الربح كاع، تربح مع السكر، تربح الكاسة تديها تربح معها الكاسة رخيصة. هادي تدي 35 درهم، هادي 9 دراهم، هادي 85 درهم. الزيت داير الطابور ماشي بحال حنا كندوك قطع الزيت مكاينش. شوف خويا العزيز كحل كحل كحل، شوف الطابور ديال الزيت، شوف الطابور ديال الزيت شوف شحال. أنا أريد رأيك أنت، هل تساوي بين الطرفين الجزائري والمغربي من حيث الأخلاق من حيث الإرث التاريخي؟ لا أبدا. أم ترى ذاك لا نقيضا؟ يا أخي الكريم، اسمع جيدا. أنا أبي طالب، وبمفهومي وكما قلت وبالتاريخ الذي عشت وبالواقع الذي أعرف، أقول أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية بإكراهاتها وبضعف إمكانياتها وبإكراهاتها البيئية أن لا بد لها لتحافظ على توازنها لديها يدين، يجب أن تضع إحدى يديها في المملكة المغربية والأخرى في السنغال حتى تبقى متوازنة. وكلما حاولت أن تغير المكان أو الجهة التي ستستند عليها، وأقول إذا وضعت يديها في الشرق فستقع على وجهها. إذا تحركت الأرض تحتك يا أخي الكريم، إذا تزلزلت الأرض تحتك، فأنت ستضع يديك يمينا وشمالا وليس أمام وجهك. إذا وضعت يديك أمام وجهك فستسقط، أما إذا وضعتها شمالا وجنوبا فستحافظ على توازنك. وهذا هو التاريخ الحقيقي الذي أنا مؤمن به، أن البيئة التنموية الطبيعية لموريتانيا هي خاصة الشراكة الاستراتيجية والقوية مع المملكة المغربية.